السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي، السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه الكرام. اليوم غادي نشوف واحد صورة تكشف لك كل شيء قبل نومك. اقرأها وتوكل على الله لكل ما تريد. هاد الصورة اللي غادي نقراو ان شاء الله في المنام ديالك ربي يوحي لك كل شيء اللي بغيتي، سواء كنتي باغي الشفاء، يعني كنت تعاني من المرض وريك الله الشفاء، ولا الرزق، بغيتي الرزق ولا الثراء ولا الزواج ولا الوظيفة، سوف يكشف لك الله كل ما تريد في منامك في أول ليلة بإذن الله. وسوف يكشف لك الله كل ما تريد، ولكن بشرط أن تحسن الظن بالله وتتوكل على الله، لأن الله هو خالقنا ورازقنا. كما قلت لكم خوتي خواتاتي، الانسان الا كان باغي مثلا مريض بغى الشفاء، يعني صافي ما تسد فيه الابواب، عيا الطبيب عيا، ولا الزواج، اختي بغات الزواج، ولا الاخ ديالي بغى الزواج، ولا وظيفه، ولا اي حاجه بغيتوها، كتنويوها في الذهن ديالكم وكتقراو هاد الصوره هذه وكتنعسوا، وربي كيوحي لكم في المنام كل ما تريدون. مثلا كما قلت لكم الامثله، ويرشدك الله الى الطريق الصحيح. إذا أردت الشفاء سوف يرشدك الله العلاج، يعني كنت باغي الشفاء ربي كيرشدك في المنام العلاج. وإذا أردت المال سوف يرشدك الله إلى الطريق يا الخير ويعطيك حتى ترضيك، يريك الطريقة كيف يعطيك الله المال. ولكن أخلص النية. إذا أردت الزواج ولا إذا أردت الزواج ربي كيوحي لك كيفاش الطريقة اللي غادي تزوجي بها. مثلا واحد بغى وحدة وما توسرتلوش الأمور، ولا وحدة بغات واحد وما تيسرت لهاش الأمور، ملي غادي تقري هاد الصورة ربي غيسر لك الامور، غادي يوريك الطريقه للزواج باذن الله. نبداو على بركه الله مع هذه الفائده. ولكن الفائده اللي غادي ان شاء الله، اول حاجه غادي تكون طاهر وتتوضا، بعدها توضا وتذهب الى مكان يعني بعيد على اعين الناس، في غرفه مغلقه، ولا يعني بوحدك، وتصلي ركعتين بالنيه التي تريدها، يعني مثلا المرض الله يشفيك، أو الزواج أو المال أو الوظيفة. يعني ضع النية اللي تريد من رب العالمين، وضع في نيتك وتجلس تجاه القبلة، غتبقى تجاه القبلة بعد ما تصلي ركعتين وتصلي على النبي، ثم تقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلق الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. هذه الصلاة على النبي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. بعدها ملي تقراو هذه الصلاة على النبي تقراو اسم يا قابض يا قابض، رددها 99 مرة. بالنسبة للصلاة على النبي هذه اللي قلت لكم غادي تردوها 21 مرة. 21 مرة الصلاة على النبي. ويا قابض يا قابض رددها 99 مرة. بعدها تقرأ السورة العظيمة، هي السورة لصاحبة الخير وصاحبة الرزق، سورة الزلزلة، نقراوها 7 مرات متتالية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه هي السورة المباركة اللي فيها البركة وفيها الخير وصاحبة الخير وصاحبة الرزق. بعد ما تكملوها تصليوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالصلاة اللي صليتوا عليها في الأول 21 مرة. نعاودها، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتبلأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلق الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. رددها ثاني 21 مرة، كما قلت لكم في الأول 21 مرة. بعد ما تردد الصلاة على النبي 21 مرة تقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من ضيقة تؤلمني ومن فكر يقلقني، يا رب ابعث في قلبي راحة من عندك وابعد عني الهم والحزن وكثرة النفس. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الصدر وفراغ الصبر وقلة الحيلة. اللهم إني نمت على ضيق أيقظني على أمل.
اللهم إني نمت على نية أيقظني على تحقيقها. اللهم أريني في منامي ما تمنيته منك يا رب العالمين، وأيقظني على فرح وسرور. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. غادي نخليها لكم هذا الدعاء، غنخليكم في صندوق الوصف إن شاء الله. بعد ما تنتهي من هذا العمل هذه الفائدة، تذهب مباشرة إلى فراشك وتنام على شقك الأيمن، يعني تنعس على الجهة اليمنى، وضع يدك اليمنى تحت خدك، يعني تشدي تنعس على الشق الأيمن، تضع يدك على تحت الخد ديالك اليمنى، وتستغفر الله قدر ما تشاء. استغفر الله قدر ما تشاء، أكثر من الاستغفار. ومن بعدها تصلي على النبي قدر ما تشاء، يعني كثروا من الصلاة على النبي. ومن بعدها كثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله قدر اللي بغيتو. بفضل الله سوف ترى كل ما تريد في منامك بأمر من الله سبحانه وتعالى، وتستيقظ على بشرى وأخبار مفرحة. شفتي حتى شي حاجة في المنام ديالك من أول ليلة، كررها في اليوم الثاني، عاودها اليوم الثاني، وأخلص النية. يعني الإنسان إلا ما خلصش النية راه ما كاين والو. وحسن الظن بالله، لأن الله هو اللي كيعطينا كلشي. إن شاء الله قلت لك كررها في اليوم الثاني، وسوف ترى في منام كل شيء بفضل الله. سوف ترى كل ما تريد وكل ما يعجبك إن شاء الله، وترى الخير كله من عند الله وكل ما تتمناه في حياتك. خوتي خواتاتي، نتمنى هذه الفائدة تكونوا فهمتوها. كما قلت لكم في الأول، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. غنخلي لكم في صندوق الوصف 21 مرة. بعدها يا قابض يا قابض 99 مرة. ومن بعدها تقراو السورة الكريمة والعظيمة يا سورة الزلزلة. ومن بعدها تقراو آية الكرسي 3 مرات. ومن بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 21 مرة. وتختم بالصلاة على النبي، الصلاة اللي قلت لكم في الأول 21 مرة، والدعاء. هادو كلهم غادي نخليه لكم إن شاء الله في صندوق الوصف. وبفضل الله عز وجل إن شاء الله سوف يريك ربي أخبار مفرحة وسارة. ولكن دائما أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله والإخلاص والنية، وربي غيكشف لكم كلش في المنام ديالكم. أي حاجة بغيتوها في المنام ديالكم ربي غادي يعطيوها لكم الله سبحانه وتعالى. ما تنساوش كما قلت لكم خوتي خواتاتي، الصلاة على النبي 21 مرة، ويا قابض 79 مرة، وبعدها سورة زلزلة 7 مرات، وآية الكرسي 3 مرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 21 مرة. ثم كرروا الصلاة على النبي 21 مرة، والدعاء والكمل على الله سبحانه وتعالى. ما تنساونيش خوتي خواتاتي باللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، وتفعيل الجرس باش يجيكم كل جديد. واللي مازال ما دخلش عندي القناة، دخل عندي القناة وتبارطاجيو هذا الفيديو، ولكم الشكر. واشتركوا في القناة وانشروا الفيديو لتعم الفائدة. وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.